ليه بتفشل في كل مرة بتقرر فيها انك ترتبط؟ كل مرة بتدخل علاقة وبتبوظ منك بنفس اسباب المرة اللي قبلها، ولا مرة عاشت لك علاقة ناجحة؟ تعال وانا اقولك السبب. تعال. اول حاجة بتخلي علاقاتك تفشل هو انك بتحط توقعات عالية للعلاقة، وخصوصا الجماعة السناجل اللي قعدوا فترة طويلة ما ارتبطوش، بيبقوا عايزين كده يرتبطوا بواحد بيطير في الجو، لكن بيكتشفوا ايه؟ ان مفيش حد بيطير في الجو، وان مفيش خناقة بالمخدات. الخناقات بتحدف فيها كراسي، كوبايات ومعالق. دي كانت هتيجي في دماغي. طب ما انا قصدي اجيبها في دماغك. محدش بيتخانق بالمخدات الا اليسا. ومن الحاجات اللي بتبوظ علاقاتك برضو انك مش عارف تحدد طبيعة شخصيتك كويس، فبتختار شخص مش هيناسب طبيعتك. يعني لو انت شخص اجتماعي بتحب يكون الشريك بتاعك اجتماعي برضو، ولو انت انطوائي هيبقى صعب عليك تندمج في المجتمع بتاعه، وهنا بقى بيبقى في اختلاف في الطباع، فنختار بعقلنا الاول ونحب بقلبنا بعدين. كمان من الحاجات اللي بتبوظ العلاقات هو انك مش عارف تفرق بين احتياجاتك الاساسيه من علاقتك بشريكك وبين الحاجات اللي نفسك تكون في شريك حياتك. يعني ممكن تبقى عايزة طيار وانت عايزة تلزقي لحبيبك ليل نهار، او عايزة امور وباد باي تتفشخري بيه وانت اصلا لخمة وبتقعدي تعيطي جنب الحيطة. وكمان عدم ثقتك في نفسك بيكون سبب في فشل العلاقة. ايوه اسمع مني، الثقة مهمة، ما تحسسش اي حد انه كتير عليك. قولولي بقى في الكومنتات ايه اسباب فشل علاقاتكم المتكررة. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.